الساعة الجديدة في المغرب علاش تقررت وكيفاش كتأثر علينا. في هذا الفيديو غندرسوا الجوانب ديال اعتماد هذه الساعة الملعونة في المغرب. في المغرب ما بين الحوايج اللي دار جدل كبير في المجتمع هي اعتماد الساعة الجديدة طول العام، وهذا القرار ما جاش صدفة بل وراه أسباب اقتصادية واجتماعية وحتى سياسية. امتى تقررت هذه الساعة الجديدة؟ المغرب كان كيبدل الساعة ما بين الصيف والشتاء، ولكن في 2018 تقررت رسميا تبقى على الساعة الجديدة طول العام. في رمضان كترجع الساعة للور باش تسهل على الناس الصيام، ومن بعد كترجع تزيد ساعة. نبداو بالاسباب الاقتصاديه. الدوله قالت بلي هذا التوقيت كيساعد في الاقتصاد خصوصا في التعاون مع اوروبا، بحيث التوقيت كيولي قريب ليهم وهادشي كيسهل التجاره، التواصل مع الشركات الاجنبيه وحتى الاستثمار. حتى من ناحيه الطاقه قالوا بلي كينقص استهلاك الكهرباء حيث النهار كيكون طويل. العلاقه مع اوروبا اكثر مما كتبان، المغرب مرتبط اقتصاديا بشكل كبير مع اوروبا خصوصا في التجاره والصناعه بحال تصدير السيارات والفلاحه. اعتماد نفس التوقيت تقريبا كيعاون الشركات المغربيه تخدم بنفس ساعات العمل ديال الشركات الاوروبيه، وهادشي اللي كيخلي التواصل اسرع، الاجتماع اسهل، فرص الاستثمار اكثر. بمعنى اخر التبعيه معلم. الجانب الاجتماعي هنا كيبان المشكل، بزاف ديال الناس ما تقبلوهاش حيت كيحسوا بلي الصباح كيبقى مظلم بزاف، وفعلا مظلم بزاف خصوصا التلاميذ والناس اللي خدامين بكري، لأنا واحد منهم حرفيا كنخرجوا في الليل ماشي في الصباح، وهادشي اللي كيأثر على النوم والنشاط وحتى الحاله النفسيه ديال بعض الناس. الجانب الصحي، الدراسات بشكل عام عالميا كتشير ان تغير الساعه البيولوجيه للجسم او التوقيت غير مناسب ممكن يخرب النوم وكيزيد التوتر وكينقص من النشاط، كيسبب تعب مزمن. تأثير على التلاميذ والطلبه، هاد النقطه من اكثر الحوايج اللي داروا جدل كبير. التلاميذ كيمشيو للمدرسه في الظلام خصوصا في الشتاء، التركيز كيكون ضعيف في الصباح، كيلقى حتى النتائج الدراسيه تاثرات. بزاف ديال الاباء عبروا على القلق ديالهم من هذا الوضع حيت الساعه سترجع بشكل عكسي على التحصيل الدراسي بشكل عام، والعالم غيتذكر دوله ضحت بصحه مواطنيها من اجل الاقتصاد، رغم ان الشعب هو الاقتصاد وهو المجتمع وهو الدوله بحد ذاتها. اللي نورمالمون ما خصناش نناقشوا في هذا الموضوع حيت جوج من الاساسات ديال الدوله تقاسوا اللي هما الصحه والتعليم. ارنو كيفاش كيفكروا هادو بات هذا ليس منطقيا يا جورج. راك الجانب السياسي، سياسيا قرار كان فيه نقاش كبير، وكاين اللي شاف بلي الدوله دارته بلا ما تستاشر مزيان مع الشعب وما استشرت فعلا مع الشعب، كذبوا. من جهه اخرى الحكومه كانت كتشوف باللي هذا القرار ضروري باش تبني الاستقرار الاقتصادي وتخدم على مصلحه البلاد المزعومه. طبعا هادشي اللي ما كانش فيه المصلحه الشخصيه وقتها. امر اخر، علاش كنرجعوا الساعه القديمه في رمضان؟ حيت في رمضان الناس كينعسوا معطلين، كيصعب عليهم يفيقوا بكري، التوقيت كيكون قاصح مع الصيام، لهذا الدوله كتخفف الضغط وترجع الساعه القديمه، ومن بعد كتعاود ترجع الساعه الجديده عاوتاني، على اساس ان هذه المبررات كتكون غير في رمضان فقط. واش كاين بدائل؟ كاين بعض الاقتراحات الهزيله اللي طرحوا، الرجوع للنظام القديم اي صيف شتاء، تأخير وقت الدخول المدرسي، اعتماد توقيت موحد ولكن مع التغييرات في الخدمة والدراسة. أنا كيفاش يفكروا هذا، ولكن حتى الآن القرار بقى هو نفسه، جلدة معلم ما كاينش. الاحتجاجات والجدل الكبير من طبقات هذه الساعة في 2018 خرجوا التلاميذ في بعض المدن يحتجوا، ولكن مؤخرا رجع الجدل الكبير في السوشيال ميديا، هاشتاغات بحال اللي الساعه جديده ولا اللي ساعه غير زائد واحد. كنشوفوا بزاف تاع المؤثرين في السوشيال ميديا دايرين حمله ضد هذه الساعه، كيوصلوا صوت الشعب المحض بازاله هذه الساعه الملعونه، من بينهم جمال الفا، امين دلتا، بالنسنس، بعقلي وغيرهم الكثير. رغم هادشي اللي كنشوفوا كاين تجاهل مستفز من طرف الحكومه اللي رغم تقدم جمعيات بعارضه سواء مكتوبه ولا الكترونيه، اللي بالمناسبه دابا تجاوزت 4 مليون معارضه في هذه اللحظه، قدمت عاوتاني عارضه رسميه للحكومه، وكما العاده صمون بكمون معلم شتابيل. ولكن القرار كيبقى رهين من داخل المجتمع على الحكومه، والحق ياخذ ولا يعطى. حقك في الراحه والتعافي من يوم صعب، وحقك في النوم الصحي المطابق للساعه البيولوجيه لجسمك. كنظن هادشي اللي كاين في هذا الموضوع. الى موضوع جديد كان معكم دي بلاك. تهلاو.